بحاول بصراحة ان انا اودعها. الناس اللي عارفاني عارفة ان انا بحب الرشة دي جدا جدا، بس يعني بنتخلى عن حاجات بنحبها عشان حاجات تانية اكيد احسن. فانا عايشة والله العظيم ان هي واحدة دلوقتي، بعد كده بأمر الله ربنا يرزقني اضعاف. وطبعا انا معايا دي بس هي مش بتاعتي بصراحة، انا واخداها عشان اكمل بيها فلوس حاجات انا عايزة اجيبها واعملها وهيرجعها تاني ان شاء الله. فلعله خير يعني. الحمد لله، من طريق شيئا لله عوض الله خيرا منه، سواء بقى طريق ذنب، طريق معصية، طريق فلوس، طريق ايا كان ايه، عشان خاطر يرضى ربنا، عشان خاطر يبعد عن الحاجة الفلانية دي. والله ربنا بيعوض، والله العظيم بيعوض. هتشوفوا الحمد لله بحبها. فيها ايه يعني؟ وانا هاخدها معايا هتدفن بيها؟ هتنفعني في حاجة؟ لا. فاللهم عمية وربنا استجاب، وهي هيروح اعمل عمية واحسن بكتير. يعني انا اخيتي هي اللي هتبقى لي، اخيتي هي اللي هتبقى لي الحسنات اللي انا اخدها. الخاتم ده مش ذهب، ده ذهب صيني، يعني والدتي جابته عشان تهون عليا الحاجه اللي انا بعتها. بس الحمد لله، الحمد لله. من طريق شيئا لله عوض الله خير منه. ياضيا مبسوطه جدا جدا. ربنا يرزقكم اياها اللهم امين، ويتقبل اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد مش مصدق نفسي يا لمي، شقة عمري. أنا سلوى قاسم، فاشن ديزاينر وأخصائية اجتماعية، وبعلم التفصيل وبفسر كل حاجة. دلوقتي كنت في حيرة الفترة اللي فاتت ما بين حاجتين، ما بين ان انا الناس اللي عارفاني عارفة ان انا كنت عايزة اجيب كاميرا، وفي نفس الوقت ناس قالت لي لا هاتي ايفون. فانا ما بين حيتين، ما بين حية الكاميرا وبين حية الايفون. طب هعمل ايه فيهم؟ فضلت كده على الحال ده بتاع 5 6 7 شهور عقبال بقى ما اشوف السعر النهائي. طيب التكلفة، الكلام ده كله. المهم يشاء القدر ان هو ولا يبقى ايفون ولا تبقى كاميرا، وتبقى ايه؟ تبقى عمية. الموضوع جه ازاي؟ جه قدرا. يعني انا كنت ناويه ونزلت شغل جديد غير الاكاديميه هنا، شغل اضافي مع الاكاديميه، عشان اعرف ان انا ايه، يبقى معايا يعني فلوس كتير 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 كتير. تمام. الموضوع ما كانش سهل، ولكن كان في دماغي. طب كان في دماغي ان هو هيجي بالسرعه دي؟ لا، ما كانش في دماغي انه هيجي بالسرعه دي دلوقتي، وما كانش في دماغي ان انا اللي هيروح اصلا. كانت والدي ووالدتي، كنت ناويه اخليهم يروحوا يعني ان شاء الله، انزل اشتغل واشد على نفسي شويه واخليهم ايه يروح. طيب جه قضيه ابقى اخش في التفاصيل دي بقى بعدين. حطيت العيش على العيش زي ما بيقولوا، وهستغنى عن حاجات، ومش هجيب التليفون عادي جدا. وانا ما كنتش ناويه ان انا اروح، بس هيروح عشان هي قسط. هبقول لكم التفاصيل بقى كلها، وتكلفتها مش عاليه مقابل الثواب اللي احنا هناخده والعظمه اللي احنا هنعملها. طبعا قلبي فرحان جدا 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 ان انا هعمل عمية، وهيروح عند الكعبة كده. مش بس هشوفها في القنوات بتاعت القرآن وكده، لا لا، ده انا هبقى واقفة قدامها. فموضوع فظيع، ومع امي مش لوحدي ان شاء الله. ووالدي طبعا كنت هوديه، بس هو عمل حج وعمية كتير جدا اكتر من امي ومني. احنا عمينا ما عملناها اصلا. فان شاء الله هوديه مية تانية. وبعدين انا قلت له يا سماسيم، انا ذنوبي شدد بقى، خليك يا بابا انت. اي حنسد يد وهيجع ايه، انا وامي وجدتي. هبقى احكي بالظبط حصلت ازاي. جدتي خدت امي. اصلا عشان اعرف احوش، كانت اي فلوس كانت بتجيلي كنت بشيلها على جنب. يعني ده كان لما تميت في المجال 5 سنين لسه من قريب، ضيف من اختي وزوجها. كان مكافأة يعني، عشان مش هيجيبوا هدية والكلام ده كله. التاني كانت من امي، مكافأة بيض مالية كده. هم عارفين انا بتاعت بطني، بحب اجيب اكل، وبتاعت يعني ادوني فلوس انا هجيب احتياجاتي، لكن تجيبوا لي بقى حاجات كده انا مش عارفه اعمل بيها حاجه. اما تجيبوا لي قماش. ده كان ده بدون ان احنا نشوف الفلوس عشان المبلغ مش كبير يعني. كان بتاع الشغل بتاعي، اول فتره نزلتها للشغل. وده كان سنه من السنين، يعني البتاع ده بقاله 3 سنين، بس انا شايله الفلوس. كانت اي فلوس بتجيلي
كنت بشيلها على جنب. اي فلوس كانت بتجيلي من الطلبه والكويسات كنت بحط منها على جنب، وجزء بقى بدفع ايجاري الاكاديميه وكهرباء وميه والكلام ده كله. طيب هل الفلوس دي لوحدها هتعرف توديني العمية؟ لا. يعني اللي هنا في الأزيوف مش مبالغ كبيرة والله خالص، مع دول يعني مش قليلين، بس هستغنى عن حاجة تانية وهي عزيزة على قلبي، عشان محدش يجي بس يقول ده ما فيهاش فلوس. لا فيها، هم بس ملزوقين لان انا ما بفتحهمش. يعني في جوه الجوابات دي فيها فلوس وانا ما فتحتهاش من ساعتها، بس ممكن ابقى اعمل فيديو نفتحها نشوفها مع بعض، بس كلها على بعضها مش هتجيب 2000 جنيه، بس الحمد لله احسن ما فيش. هعمل ايه؟ هستغنى عن حاجه من حاجتي. يعني الناس اللي عارفاني عارفه ان انا بحب الغويشه الذهب بتاعتي دي شقه عمي. الغويشه دي ذهب، يعني اقيم واكبر حاجه جبتها في تاريخ حياتي. هبيعها عشان اقدر اكمل على المقدم بتاع العمية بتاعي انا وامي، والباقي هنقسطه. طيب من هنا بقى تيجي جمله سكري قوي، ان التفكير في الاخية بيجيب الدنيا والاخية. حد قالها لي، يعني من الناس القريبة لقلبي جدا جدا جدا، ان التفكير في الاخية بيجيب الدنيا والاخية. يعني التفكير في ان انت لا انت هتروحي عمي عشان يعني تبتدي حياة جديدة وتقربي من ربنا اكتر وتكفري عن ذنوبك او سيئاتك وحاجات لا يعلمها الا الله حرفيا. فان ربنا يرزقك الموضوع ده، وان انت لا تفني بقى حياتك وتفني دنيتك للاخيه وخلاص، ولا عايزه تليفون ولا عايزه كاميرا والفلوس كلها. لا، وبالعكس انت كمان هتبيعي الغويشه بتاعتك وخاتم عزيز على قلبك وحاجه تاني، وكمان هتستلفي. وبص يعني هاخد حاجه من اختي، مش من حد غريب خالص، وهيرجعها لها تاني، وسلفه مقدميه من الشغل بسيطه بيضه وهيرجعها تاني عادي جدا، عشان اقدر ان انا اطلع في الميعاد اللي جدتي طالعه فيه. هي دي الصدفه ان جدتي طالعه، فاحنا ووالدتي عايزين نطلع. يعني كنت هطلع امي معاها، بس لما عرفت ان هي بالاسم طلعنا هنطلع انا وامي مع جدتي. طيب هل يعني انا لو ما كانتش جدتي ده طلع، هو هنا في حاجه تاني انا هنزل هبيعهم الحمد لله، وربنا يعوضني خير عنهم، ولو ما عوضنيش انا راضيه طبعا جدا جدا الحمد لله على كل حال. لو كانت لسه ما اتحجزتش وكده ما كنتش يعني ما كنتش هاخد فلوس من حد، ولا هستلف سلفه، ولا كنت هبيع اي حاجه من الحاجات اللي انا بحبها خالص. كنت هستنى، بس هي جت صدفه، والحاجات السيئه دي احنا مش ضامنين عمينا. قلت لحد كده فقال لي لما ابقى اويس هبقى يروح، لكن يعني اما اويس يا سلوى ادعي لي، مش هي مش محتاجه ويس، هي جت صدفه كده، الفلوس مش معايا لا هتصيف. احنا لو لا قدر الله اصابنا اي شيء، او جات لنا حاجه مفاجاه هتفرحنا جدا، خروجه سفريه هتصيفي، هتشيلي عيش على العيش، هتلاقي فلوس يا جماعه على جنب، تقولي لا اسافي بيها وابقى ارجع احوش تاني والنف طيب للتليفون للعربيه ليه لا قدر الله لما بيبقى فينا اي ضايق زي ما بيقولوا بنجيب فلوس من تحت الارض. فكلنا نقدر نعمل العمية، وكلنا نقدر نقرب من ربنا، مش لازم العمية نقدر نقرب منه هنا، بس لو حد جات له يبقى فويسة قد الفسفوسة يمسك فيها بايديه واسنانه. بجد الموضوع حلو جدا جدا جدا. وفي لسه بوكس اسمه هات جنيه بتاع فضية كده، انا حاطه فيه فضية وعارفه ان هي مبلغ مش صغير، بس ناوي ان انا اجيب بيها هدايا بقى واوزعها كده وحاجات كده افرح بيها الناس. المهم نفضل حاطين في دماغنا ان التفكير في الاخية بيجيب الدنيا والاخية، لكن التفكير في الدنيا فهو بيجيب الدنيا وبس، ما بيجيبش اخية خالص للاسف. بنخسر اخيتنا، وكل حاجة في حياتنا هي مش حقيقة. الحقيقة الوحيدة ان احنا هنموت ونقف قدام ربنا. ده بأس وده شؤم ومش عارفه ايه، لا خالص والله العظيم، ولكن ده واقع احنا بيقع مننا شويه، فلا قدر الله بنعمل حاجه كده حاجه كده. طول ما هو بقى في ذهننا هتلاقي ان لا الدنيا دي ما تسواش حقيقي، ما تسواش اي حاجه. احنا ليه بنعمل كده؟ وليه المعصيه الفلانيه انا ما بوقفهاش؟ ليه الذنب الفلاني ما بوقفوش؟ ليه الشخصيه الفلانيه ما بقطعش علاقتي بيها؟ ليه الشخص الفلاني ما بقطعش؟ هينفعني في ايه؟ مفيش حاجه تنفعني. هي اعمالي، تصرفاتي، افعالي، بي باهلي، علاقتي بربنا في المقام الاول. ف ربنا يرزقكم جميعا. بجد الموضوع حلو جدا جدا، وهدعي للناس كلها اللي عيفها واللي ما عيفهاش وهنزل التفاصيل وهشوف الشيكه، لان هي حرفيا ارخص سعي. انا اكتشفت ان هو ارخص سعي، والفنادق اللي احنا ننزل فيها كويسه،
والطيارة بيضك ممتازة، كل حاجة ممتازة. واللي هيبقى معانا الجايد اللي هيبقى معانا على مدار الرحلة مش 3 ايام الحمد لله، ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا 10، لا اكتر من كده ان شاء الله. نقعد وقت كويس جدا، وسعيها بجد بجد حلو جدا. فبأمر الله بأمر الله هبقى انزل لكم فيديو بالتفاصيل. واعرف انا لحد الان والله ما اعرف اسم شركة السياحة اللي احنا هنروح معاها. هي جدتي ادتني اياكم بتاع البنوتة وانا قعدت اكلمها كده. لسه انا هروح ان شاء الله ادفع الفلوس اللي معايا، بس هنزل دلوقتي ابيع الجزء من الحاجة عشان ادفع المقدمة. تمام، انا دافعه جزء بسيط، هكمل فلوس المقدمه وهبيع حاجه تاني او حاجتين تاني عشان يبقى في مصايف اعرف نصرف منها هناك، نجيب حاجات. طبعا نعمل ليا كام ادناء، لان انا حابه ان انا هناك معظم لبسي مش اللي انا عاملاه ده. وفساتين هيبقى في فساتين بس في فضفاضه اكتر. ادناءات عايزه ازود الادناءات، فايجي ما بقاش بلبس الا ادناءات بشكل كبير، لان هي اكتر حاجه مريحه وفضفاضه وسكره. هيبقى حاجه مش عارفه ابيع دول بصراحه خالص، مش عارفه هما باينين ولا لا. دول لان هم اصلا ده كام ملي، يعني ده صغنن جدا لدرجه ان هو بيتطبق كام ملي حرفيا. مش وفي فص كمان رائع. مش هجيب لي حاجه، بس انا بحبه جدا، مش هقدر ان انا اتخلى عنه. وده حاجه بسيطه برضه، لكن ده فهو مش عشان الناس بس اللي تقعد تقول لي ما هي لابسه خاتم كبير شايفه ايه. لا ده مش دهب عادي. ده كندل دهب، ده مش دهب، ده والدتي جابتولي، ده دهب صيني بس. لكن لو ده دهب كنت هبيعه، بس لو امي اللي جايبهولي امي ما كنت هبيعه بصراحه. ولكن لو حاجه تخصني وتخصها وبالعظمه دي هبيعه، لان انا مش هاخد معايا ده ولا هاخد معايا دول ولا هاخد معايا اي حاجه. هاخد معايا الحاجات الحلوه اللي انا هروح اعملها ان شاء الله واعملي. يعني ربنا يرزقك يا رب الموضوع ده. بحبكم في الله، وان شاء الله هنزل لكم فيديو بالتفاصيل كلها باذن الله. ونحط في دماغنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، واليوم عمل بدون حساب وغدا حساب بدون عمل. النهارده احنا بنعمل وما بنتحاسبش، بكره هنقف قدام ربنا ومش هيبقى عندنا اي وقت ان احنا نروح نعمل حاجه كويسه ونقول يا رب اديني فرصه كمان. لا خلاص، نقعد نقول بقى يا رب يجعلنا اللي عمل عملا صالحا. لا خلاص الوقت راح. فيعني يا رب ما نوصل للمرحله دي، ونحاسب نفسنا فعلا قبل ما نقف بين ايدين ربنا. كل يوم بالليل كده واحنا على السرير نفكر ايه اللي ما كانش ينفع، ايه الصح ايه الغلط، طب هعدل الصح ده، طب هكفر ان الحسنات يذهبن السيئات. هنقعد نعمل حسنات اكتر تضيع اي ذنب لينا. استغفار باستمرار، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم باستمرار. السبحه حتى في ايدينا هي محطوطه هناك، السبحه السكر الصغننه اللي هناك دي ببقى حاطاها في ايديا، حتى لو مش هعمل عليها كل ما بشوفها بسبح. بجد بجد الدنيا والله ما تسويش بجد. ف ربنا يحسن خاتمتنا جميعا ويرزقنا في الفردوس الاعلى ونبقى صحبه في الجنه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.